طلاب ثالثه ثانوي اهلا بيك. اهم النقط اللي في المنهج ممكن تسميه اهم التوقعات، او انا بصراحه لقيت ان كل باب فيه 3 أو 4 نقط، هو كل سنه بينوع بين النقط دي، والجزء ده هيفرق معاك جدا. تعالوا مع بعض مثلا عندنا في الباب الاول احنا هناخد 4 افكار بس غالبا كل الامتحانات بتيجي في الاطار ده. تعالوا مع بعض كده نبدا. يقول لك مثلا علم الاقتصاد، اي سؤال في الامتحان يكلمك عن علم الاقتصاد على طول يجي في بالك ان هو بيحل حاجه اسمها المشكله الاقتصاديه. يعني ايه يا مستر المشكله الاقتصاديه؟ يعني الناس محتاجه والموارد او امكانيات الدوله مش مكفيه احتياج الناس. فاي سؤال يكلمك عن قصه الاقتصاد على طول هيجي في بالك ان هو بيحل المشكله الاقتصاديه اللي هي احتياجات الناس كتير ومواردهم قليله. يعني ايه يا مستر احتياج؟ يعني الواحد بيحس من جوه ان هو محتاج، محروم من الحاجه، يقصد يعني محتاج الحاجه. ويعني ايه يا مستر موارد قليله؟ يعني الحاجات اللي بتشبع الناس بتكون موجوده بكميه قليله. على سبيل المثال لو احنا مثلا في مصر محتاجين 10 طن رز، الشعب محتاج في احتياج عنده حاجه ل 10 طن رز وكل اللي موجود 7 بس، يبقى المورد 7 طن ده اللي موجود بالفعل، واحتياج الناس كام؟ 10. هنا يبقى في حاجه اسمها مشكله اقتصاديه. كل سنه بقى يقعد بيقول لك حاجه اوليه وحاجه ثانويه. اي سؤال في الامتحان يكلمك عن حاجه ضروريه للحفاظ على حياه الانسان عشان يعرف ياكل ويشرب عشان ما يموتش، دي اسمها حاجه اوليه. حاجه ثانويه يعني اللي بيفرضها المجتمع، الوسط، المكان اللي الانسان عايش فيه، ولو الانسان الحاجه الاجتماعيه دي ما كانتش موجوده ما يموتش. حاجه شبه مثلا التعليم والامن والصحه. تعالوا بقى ناخد خصائص الحاجات. هم عندنا 4 خصائص، يبدا يجيب لك سؤال حاجه من ال4. يعني مثلا ايه الحاجات دي؟ من خصائصها حاجه اسمها التجدد. يعني انا كنت جعان اكلت، هيحصل لي جوع تاني، مش هيبقى الموضوع الى الابد ان مفيش جوع، لا جوع تاني، ده اسمه التجدد. يبقى اي حاجه في السؤال يوصل لك المعنى ده ان انت حاجه كنت محتاجها وشبعتها وجات لك تاني، يبقى دي حاجه اسمها التجدد. التنوع يعني الريف غير المدينه، الانسان الصغير غير الانسان الكبير. دي بيقول لك ايه؟ كل مرحله في حياه الانسان لها احتياجاتها وكل وسط ليه احتياجاته، فالريف غير المدينه. الزياده المستمره يعني انا كنت جعان اكلت، بقيت محتاج ان انا اشرب شربت، محتاج البس لبست، محتاج انزل نزلت. يعني كل ما اشبع حاجه بتجيلي حاجه ثانيه، فالحاجات بتزيد ما بتقلش. اخر حاجه القابليه للاشباع، انا جعان اكلت شبعت، يبقى وسيله مناسبه تؤدي الى اشباع الحاجات. بصوا بقى، اما انا مثلا اكون جعان اكل اشبع، دي اسمها المنفعه الحديه، يعني انا الحاجه شبعتني. في حاجه بقى اسمها تناقص المنفعه الحديه. بكل بساطه واحد صايم وقدامه 3 كوبايات ميه، الكوبايه الاولى لما تشربها هتشبعك بشكل كبير جدا، الثانيه هتشبعك بس مش زي الاولى، الثالثه اقل. يعني كل ما تستخدم وسيله مناسبه الوسيله دي وهي بتشبعك هتلاقي ايه؟ قدرتها هتقل. يقول لك هنا ان كوب الماء الاول للصايم هيحقق اشباع اكتر من الكوب الثاني واكتر من الكوب الثالث. في معلومه بيحب ايه كل كام سنه كده يجيبها لك، سلعه استهلاكيه وسلعه انتاجيه. ايه الفرق بين السلعه الاستهلاكيه والسلعه الانتاجيه؟ انا جعان وجبه جاهزه بالنسبه لي دي سلعه استهلاكيه، استهلكها على طول من اسمها سلعه استهلاكيه. انا محتاج حذاء، الشوز بالنسبه لي شوز جاهز كده، دي سلعه استهلاكيه. لكن سلعه انتاجيه من اسمها لسه هنتجها. يعني انا مثلا محتاج شوز، الجلد بالنسبه لي سلعه انتاجيه. هتقول لي يا مستر هتلبس الجلد، اقول لك لا، بس لسه ان انا ايه؟ هعمل عليه عمليات وبعد كده هيتحول لشوز. فالسلعه الاستهلاكيه صالحه للاشباع بشكل مباشر، طب الانتاجيه صالحه للاشباع بس بشكل غير مباشر. في بقى حاجه اسمها انواع الموارد من حيث التجدد. قلنا موارد متجدده يعني الانسان يبدا يستخدمها ما بتخلص. ثانيه يعني حاجه شبه البترول والفحم والحاجات دي. عندنا من حيث قدراتها موارد اقتصاديه، يعني مورد موجود بكميه قليله. مورد حر موجود بكميه كبيره شبه الهواء والميه والشمس والحاجات دي. من حيث طبيعتها في موارد طبيعيه بتاع ربنا مديها لك، موارد بشريه جهدك انت كانسان، راس مال اللي هو الانسان لما بيتفاعل مع الطبيعه بينتج عن كده مورد اسمه راس المال. اخر حاجه في الباب الاول 3 معلومات صغيرين كده. المعلومه الاولى بتقول لك ان لما يكون النظام الاقتصادي عنده معلومات هيقدر يعمل ايه؟ اول حاجه ياخد قرار صح، هيقدر يستغل ويعرف كل الموارد، هيبقى نظام اقتصادي عنده كفاءه.
طب انا لما يكون عندي يا جماعه المورد اسمه مورد نادر، يعني عندي حته ارض صغيره، الارض دي محتاج اعملها مثلا ملعب كوره، محتاج اعملها مصنع، ومحتاج ان انا اعملها مثلا مكان سكني، محتاج ان انا اعملها مدرسه. هو مورد واحد بس الاحتياجات كتير، فالمورد ماله نادر، فبضطر ان انا اختار حاجه واضحي بالباقي. فبنقول المورد يتميز ان هو المورد الاقتصادي يتميز بحاجه اسمها ندره واختيار. يبقى انا نتيجه ان هو المورد قليل فبختار حاجه واضحي بالايه؟ بالباقي. في مجالات علم الاقتصاد هم 4 مجالات، اختار على اساس ايه؟ لو قال لك حاجه بكره في المستقبل اختار نمو وتنميه. لو جاب لي ان هو بيقيم السلوك الاقتصادي، بيعمل عمليه حاجه اسمها تقييم عشان يقول ان النشاط الاقتصادي ده فيه كفاءه ولا ما فيهوش كفاءه، على طول اختار رفاهيه. لو جاب لي حاجه كليه، اتكلم مثلا عن حاجه مثلا شبه مثلا البنوك، اتكلم عن حاجه مثلا زي الحاجات الكبيره داخل الدوله، اقتصاد كلي. جاب لك وحده اقتصاديه، مكان في حد بينتج وحد بيستهلك، ده على طول يبقى اسمه اقتصاد جزئي او وحدي. ده كده الباب الاول. تعالوا بقى نخش في الباب الثاني كده، خصائص العمل. العمل يعني اي مجهود الانسان بيبذله بس بشرط يبقى فيه انتاج. العمل نشاط واعي وارادي. واعي يعني حضرتك الكائن الوحيد اللي تقدر تطور الطبيعه. ارادي يعني الشخص بيقارن بين الجهد والتعب اللي بيبذله والعائد من عمله. العمل مؤلم يعني طبعا مجهود عضلي وذهني وعصبي وكده. العمل مجهود غائي، اي عمل ما يجيبش في الاخر انتاج ما اقدرش اسميه عمل. نيجي على الطبيعه، قال لك ان الطبيعه الانسان اتغلب عن قيود الطبيعه عن طريق حاجه اسمها التجاره الدوليه. انا مثلا قاعد في منطقه ساحليه، طب انا هجيب حاجات زراعيه منين؟ هجيب مثلا معادن منين؟ ما انا ممكن اجيبها من اي بلد بره، دي اسمها التجاره الدوليه. خصائص الموارد الطبيعيه، الموارد الطبيعيه ربنا هو اللي مديهاني، البحر ربنا اللي اداهوني، الارض ربنا اللي اداهالي. 2 غير قابله للهلاك، يعني الحاجه دي ما بيحصلهاش فناء، ممكن قدرتها ان هي تشبعك تقل. يعني عندي محيط مش هقدر افنيه، لكن كل ما ارمي فيه مخلفات هو قدرته ان هو يشبعني يحصل لها هيقل. حاجه شبه الهواء، لو انا قعدت الوث الهواء مش هيحصل له فناء، بس قدرته ان هو يشبعني هيقل. عشان كده يا جماعه الدوله عملت حاجه اسمها وزاره البيئه. ثالث حاجه خاضعه للحقوق القانونيه، ودي بنسميها فكره الحق. يعني ايه يا مستر فكره الحق؟ يعني حضرتك مثلا لو عندك مثلا حقول بترول، عندك مثلا بحار، عندك اراضي، لازم الدوله يبقى في قانون بيديلها الحق ان هي تاخد قرار تعمل في الحاجات دي ايه. انواع راس المال، ودي نقطه مهمه جدا، الجزء ده يا جماعه مهم جدا. راس المال واستهلاك راس المال غالبا بيجيب واحده من الاثنين. يعني راس مال ثابت، يعني عندي آلة دي بستخدمها مره واثنين وثلاثه واربعه موجوده في المصنع زي ما هي. راس مال متداول شبه مثلا قطن في مصنع ملابس، بنستخدمه ايه؟ مره واحده بس، وبيسموه راس المال الجاري. لكن الاستهلاك في نوعين من الاستهلاك، في استهلاك اسمه استهلاك مادي واستهلاك اقتصادي. مادي بكل بساطه آلة باظت من كتر الشغل. اقتصادي آلة هغيرها عشان جت آلة جديده او ذوق جديد. اوكي؟ ركز بقى، يبقى مادي يعني ايه؟ يعني آلة باظت من كتر الشغل. اقتصادي يعني من كتر ما ظهر منتجات جديده واذواق جديده فانا رميت الآلة بتاعتي. طبعا عشان يحصل تنميه اقتصاديه في اي بلد في الدنيا محتاجين راس مال ومحتاجين ناس، عنصر بشري يكون ايه؟ مفكر. الدخل، بصوا يا جماعه، الدخل القومي ده نوعين، ده الباب الثالث على فكره. الدخل القومي في دخل نقدي وفي دخل حقيقي. دخل نقدي يعني الفلوس اللي انت تاخدها كام. طب الدخل الحقيقي بتشتري سلع بقد ايه. فطبعا الرابط بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي الاسعار، لو الاسعار عاليه يبقى الفلوس اللي بتاخدها ملهاش قيمه، هتبقى قيمتها كدخل حقيقي ايه؟ قليل. في حاجه بقى عندنا اسمها مدفوعات التحويلات، دي ما بنسميهاش دخل قومي، لان الدخل القومي لازم في الاخر يكون فيه انتاج. ومدفوعات التحويلات مدفوعات الفرد بيدفع ضرائب او رسوم او جمارك، الدوله بتاخد الفلوس دي وبتحولها بقى لاعانه اجتماعيه، اعانه بطاله الناس الغلابه، فما حصلش دخل اثناء عمليه مدفوعات التحويلات فما بنسميهاش دخل. بصوا بقى غالبا بنجيب كل سنه واحده موارد الدخل القومي. اول حاجه في حاجه اسمها ريع وفايده واجر وربح، ده اكتر حاجه تسهلها عليك. ريع حد عنده ارض او مكان بيأجره. طب ايه فايده؟ حد معاه فلوس حطها في البنك استثمرها يعني. اجر واحد عامل بيشتغل. طب مكافاه نتيجه ايه اللي هو بنسميها الربح، نتيجه عمله فالمكان بيديله ارباح او مكافاه. يبقى اي سؤال في الامتحان جاب لك حد عنده مكان يبقى ده بنسميه ريع. عنده فلوس فايده، بيشتغل دي بنسميها اجر، وفي الاخر مكافاه اسمها
ربح. في بقى حاجه اسمها استثمار، يعني انت بتضحي بجزء من فلوسك عشان خاطر تزود دخلك بعد كده. انا معايا مثلا مليون جنيه، اخدت 700,000 جنيه عملت بيهم مصنع عشان المصنع يشتغل ويجيب لي فلوس بعد كده. في حاجه بقى اسمها متوسط الدخل، عدد السكان كلهم بقسمهم على الدخل بتاعهم، بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي حاجه اسمها متوسط الدخل، بيكون كل سنه. اقيس الدخل ازاي؟ في حاجه اسمها الناتج القومي، يعني اشوف كل مشروع اسهم بايه. عندي مصنع عربيات اشترى خامات ب 100 جنيه، باع العربيه ب 150 جنيه، يبقى هو اسهم بال 50 جنيه دي. طبعا الناتج القومي ده خلى مفيش مشكله اسمها ازدواج محاسبي. يعني ايه ازدواج محاسبي؟ يعني كان في زمان بعض الخامات بتحسب مرتين. يعني بتحسب مرتين، يعني عندي مثلا مصنع صلب بينتج ب 100 جنيه، مصنع عربي بينتج ب 200 جنيه، فكان الناتج القومي مجمع ال 100 على ال 200، فكان يحصل مشكله. ايه المشكله؟ ان مصنع الصلب انتج فعلا ب 100، مصنع السيارات انتج ب 200، 100 خدهم من الصلب اللي هو الخامات بتاعته بتاعت الصلب، و100 على عشان الانتاج، فاحنا بنقول ان هو انتج بكام؟ ب 100 بس ما انتجش بيه 200. طريقه الانصبه الموزعه بجمع الراتب والفايده والريع والمكافاه. في طريقه اسمها الانفاق القومي، ان انا بشوف كل الانفاق اللي الناس انفقوه، فده بالنسبه لشخص واحد بينفق، بالنسبه لواحد تاني ايه؟ دخل. في بقى حاجه اسمها الماليه العامه. الماليه العامه ده احنا بنتكلم كده على الباب الرابع، بيقول لك ان الماليه العامه هي فرع من فروع الاقتصاد، بتشوف الدوله ايه الخدمات العامه او الاجتماعيه اللي بتقدمها للمواطنين، يعني ايه المستشفيات وايه المدارس وايه الطرق وايه الكباري وايه المنشآت المختلفه اللي بتساعد بيها المواطنين. قلنا ان احنا عندنا في نظامين في اي دوله في الدنيا، في نظام اسمه نظام السوق، في نظام اسمه نظام الاشتراكي. نظام السوق يعني كل المصانع وكل الشركات بتاعت الناس، والاشتراكي كل الحاجات المصانع والالات والحاجات دي كلها ملك مين؟ ملك للدوله. طبعا في الفرد بيدور على مصلحته الذاتيه، فالنظام الراسمالي كل واحد بيدور على مصلحته، فبالتالي مفيش حد بيهتم بباقي المواطنين، فمين اللي يبقى له دور كبير بقى؟ الدوله. فالماليه العامه اللي هي دور الدوله بيبان قوي في النظام السوق. في حاجات فرديه يعني بيعود دفعها على فرد واحد، وتخضع على مبدا اسمه القصر والاستئثار، يعني الشخص واحد بس اللي بيستفيد، لو عايز يفيد غيره هيدفع اعباء اضافيه. في حاجات بقى اسمها حاجات عامه، دي نوعين، مطلقه وتخضع لمبدا القصر والاستئثار. مطلقه يعني كل الناس بتستفيد منها، ولو حبت كل الناس تستفيد ما بتحملش اعباء اضافيه. طب تخضع لمبدا القصر، واحد عمل جسر على نهر، كل الناس تستفيد عادي خالص، بس هو الشخص ده الجسر ده بتاعه. اوكي؟ في حاجات بقى اجتماعيه تطلب اعباء اضافيه شبه التعليم والصحه، لو حبيت ان انا اعلم ناس كتير هدفع فلوس كتير. في بقى حاجه اسمها النظام الراسمالي، اللي هو يا جماعه الافراد يمتلكوا المشروعات. قلنا اول حاجه هم يمتلكوا وسائل انتاج المشروعات والمصانع وكل حاجه. 2، اي حد في النظام الراسمالي هدفه يكسب كتير، العائد الشخصي، بشرط ان يكون في منافسه حره عشان يقدر ينافس غيره. رقم 3، اتخاذ القرار في النظام الراسمالي ماشي في حاجه اسمها عرض وطلب، بيعرض المنتجات والناس تشتري المنتج اللي هم شايفينه محتاجينه. في بقى حاجه اسمها الخصخصه، يعني يا جماعه الخصخصه دي 3 اشكال. ان الدوله عندها مثلا مصنع او شركه تبيعه للقطاع الخاص، تبيعه لواحد، دي اسمها خصخصه الملكيه. في خصخصه الاداره، يعني الدوله ما تبيعش، ممكن تاجر او ممكن تمشي بنفس اسلوب القطاع الخاص. او ثالث حاجه ان مثلا حاجه شبه الصرف الصحي، شبه الكهرباء، شبه الطرق، الحاجات الكبيره دي بعد ما كانت الدوله بس هي اللي بتعملها، لا تدي للقطاع الخاص ان هو يعمل. فالخصخصه بيوزعوا الادوار بين القطاع العام والقطاع الخاص. طب يا ترى يا مستر الدوله بتجيب فلوس منين؟ قال لك اول حاجه عندها ممتلكات، عندها مثلا ممكن اراضي، عندها بعض المنشآت المختلفه. في حاجه اسمها رسوم وحاجه اسمها ضرائب. رسوم يعني انت لما احيانا بتاخد بعض الخدمات بتاخد يعني بتدفع قدامها فلوس، شبه مثلا رسوم التعليم، شبه حاجه اسمها رسوم جواز السفر، شبه رسوم رخصه العربيه. لكن الضرائب هو بياخد جزء من ايه؟ جزء من الدخل اللي انت بتكسبه. وعلى فكره يا جماعه الضرائب دي اهم صور ايرادات الدوله. في حاجه اسمها الاقتراض العام، يعني الدوله احيانا بتجيب قروض ومين اللي بيدفعها؟ حضرتك، فهي بتبقى بالنسبه لك ضريبه بس مؤجله، يعني فلوس الدوله استلفتها وانت هتدفعها لما يجي وقت تسديد تلك الديون. في بقى مبادئ في الضريبه اسمها مبادئ الملائمه واليقين. ملائمه يعني اختار وقت مناسب. الضريبه عشان خاطر يبقى فيها كفاءه لازم في حاجه اسمها الملائمه. يعني ايه يا مستر ملائمه؟ يعني اختار وقت مناسب، فلاح اخد منه الضريبه بعد الحصاد. اليقين يبقى فيه قواعد صحيحه، اتاكد ان كل الاجراءات ماشيه بشكل مظبوط. مبدأ كمان اسمه العدل، كل الناس تكون في مساواة. يبقى لو جالك في الامتحان أي سؤال يكلمك عن إن يبقى في مساواة داخل الناس اللي بتدفع ضرائب، يبقى اسمه العدالة والمساواة. قال لك إن الإيرادات اللي الدولة بتاخدها تكفي النفقات، ده بنسميه مبدأ الكفاية. قال لك وقت، اتكلم عن الوقت، يبقى مبدأ الملائمة. اتكلم عن إن كل قواعد صح، يبقى مبدأ اسمه مبدأ اليقين. خد بالك زمان، وده جاب في امتحان 2022، خد بالك
زمان كان اللي بيدفع فلوس كتير الغني، لان كان زمان بحاجه اسمها المنفعه، يعني اللي بيستفيد بينتفع من الدوله، بيستفيد من الدوله اكتر، بيدفع ضرائب اكتر. فالغني اكيد عنده مشروعات وعنده فبيستفيد من الدوله اكتر فبيدفع ضرائب اكتر. الفقير على الله حكايته، فما كانش بيدفع غير مبلغ صغير او ما بيدفعش. طب دلوقتي مش بالمنفعه، بحاجه اسمها القدره على الدفع، انت قادر تدفع هتدفع. فمين اللي بيقدر يدفع؟ الشخص الغني بيدفع اكتر من الفقير. انواع الضرائب، في حاجه اسمها ضريبه اشخاص دي اتلغت، كان اسمها ضريبه الراس. في ضريبه اسمها ضريبه الاموال على اي فلوس، على اي عقار، على اي حاجه عندك. في من حيث الاسعار حاجه اسمها ضريبه نسبيه وضريبه تصاعديه. ضريبه نسبيه يعني ايه؟ ياخد نسبه معينه منك، انت تقبض 100,000 جنيه ياخد 5%، تقبض مليون جنيه ياخد 5%، 10 مليون هم 5%. دي اسمها ضريبه نسبيه، نسبه ثابته. تصاعديه، كل ما تكسب اكتر الوعاء الضريبي بتاعك اكتر تدفع ضرايب اكتر. يعني مثلا لو من 1000 جنيه ل 100,000 5%، من 100,000 ل 500,000 10%، من 500,000 لمليون 20%، وهكذا. من حيث التقسيم العام في ضريبه اسمها ضريبه مباشره وضريبه غير مباشره. مباشره وانت بتاخد الدخل بياخدوا منك فلوس، ياخدوا منك ضرايب. غير مباشره وانت بتصرف او انت بتشتري بيسموها ضريبه المبيعات. لاحظ ان الضرائب الجمركيه قلت لان الدول بدات تشتري منها ومن بعضها الجمارك نتيجه التجاره الحره. كل سنه النفقات بتزيد بسبب حاجه اسمها البيروقراطيه، يعني الروتين، الاجراءات العقيمه، الاجراءات اللي هي التقليديه اللي بتقوم بيها الاماكن الحكوميه. دخل بعد كده حاجه اسمها الموازنه. الموازنه يعني الايرادات والمصروفات اللي متوقعين تبقى في خلال سنه. الحساب الختامي، الايرادات والنفقات اللي تمت بالفعل واللي بيعملها الجهاز المركزي للمحاسبات. الموازنه والديمقراطيه، كل الحاجات دي لازم تروح لمجلس النواب عشان يشوف كل حاجه حصلت فعلا، نفقات فعلا تم صرفها، ايرادات فعلا جت، ولا الوضع ماشي ازاي. مبادئ الموازنه بيجيب غالبا واحده من الاربعه. لو قال لك كل سنه تبدا من شهر 7 يبقى دي اسمها السنويه. جاب لك وحده الموازنه يعني الايرادات والمصروفات في مكان واحد، ده عشان خاطر يديني صوره متكامله. لو قال لك عموميه الموازنه يعني الايرادات والمصروفات بالتفصيل، وكمان بيتكلم ان هي ما ينفعش مورد بعينه يروح لحاجه معينه. ما ينفعش مثلا اقول مثلا ايه، انا هاخد فلوس قناه السويس احطها للتعليم. طب افرض قناه السويس حصل فيها خلل، يبقى التعليم مش هيبقى فيه تعليم السنه دي. تاخد كل الايرادات تجمعها في مكان واحد ومنها تصرف على كل المصروفات بتاعتك. توازن الموازنه لازم الايراد يغطي النفقات. دخل بعد كده على الباب الخامس. كان زمان حاجه اسمها مقايضه يعني ابدل سلعه بسلعه. بعد شويه قال لك لا مش هينفع القصه دي، احنا عايزين نبدا نعمل حاجه اسمها الفلوس. فعملوا النقود السلعيه، كانت سلعه حسوا ان السلعه بيحصل فيها بتموت وحاجات كده، حيوانات بتموت وحاجات كده، عملوا حاجه اسمها النقود المعدنيه. بعد كده الناس خدت الحاجات الذهبيه والفضيه اللي هي النقود المعدنيه حطتها في اماكن وجابت حاجه اسمها النقود الورقيه. وبعد كده بقت في البنك بقت في حاجه اسمها النقود الائتمانيه اللي زي شبه الشيك. وبعد كده دلوقتي بقى ماستر كارد وكريدت كارد، النقود الالكترونيه. في حاجه اسمها البطاقات الائتمانيه. بصوا يا جماعه، دي 4 حاجات كده ببساطه. بطاقه ائتمان يعني انا حاطط مثلا مكان فلوس في مكان معين، فهو بيديني بطاقه ائتمانيه بتديني الحق ان انا اصرف منها، ولو في خلال شهرين رجعت الفلوس ما بياخدوش عليها فايده من الفلوس اللي هم ادوهاني. حسم فوري، يعني انا مثلا حاطط 100,000 في بطاقه، رحت اشتريت حاجه خصموا ال 20,000 مثلا، بيبقى باقي 80,000. يعني بالبلدي كده اكن حطيت فلوسي في بطاقه اسمها الحسم الفوري. كل ما اجي اشتري حاجه يخصموا الفلوس منها. المدفوع مقدما شبه كارت بقى فودافون واورنج والحاجات دي، اللي هو بتدفع الاول وبعد كده بتدخل الرصيد. الصراف الالي اللي هو الاي تي ام، اللي هو الماكينات اللي بتجيب منها الفلوس. البنك ده مؤسسه بتجمع بين الشخص اللي بيحط الفلوس والشخص اللي بيصرف الفلوس. في بنوك اسمها بنوك تجاريه بتتعامل مع كل الانشطه ومدتها قصيره. بنك متخصص لو جاب لك في الامتحان تخصص في حاجه معينه، واحد فلاح، واحد صانع. طب بنك مركزي ده اللي بيطبع الفلوس وهو اللي بيدي التعليمات للبنوك، وهو بنك الحكومه اللي يبقى التعامل بينه وبين الحكومه. بنوك استثماريه دي حاجات خاصه بالاستثمارات وبتعامل في القروض الطويله. بنك شامل هدفه تحقيق التنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه. في حاجه اسمها الغطاء النقدي، يعني كل الفلوس اللي المفروض البنك بيصدرها بيبقى قدامها ذهب في البنك او اموال مستقره. تطور النقود، قال لك ان اول حد بنوك في مصر البنك الاهلي، وبعد كده بقت الصفه للبنك المركزي. في بقى حاجه اسمها مؤسسات ماليه غير مصرفيه، مش بنك، ده حاجه شبه شركه تامين، صناديق الاستثمارات، شركات توظيف الاموال. البورصه دي يا جماعه مجموعه من حاجه اسمها الاسهم والسندات اللي بيتم تداولها في البورصه، والبورصه دي بتجمع بين المدخرين والناس المستثمرين. البورصه في البدايه في حاجه اسمها الاكتتاب، دي بتبقى في سوق اصدار. اي حاجه في الامتحان يقول لك سوق منظمه
بيعرض فيها شخص الاوراق الماليه وناس تانيه بتشتري، دي اسمها سوق التداول او البورصه. البورصه فيها حاجه اسمها اسهم وسندات. سهم يعني بالبلدي كده واحد مشارك صاحب المصلحه دي، بياخد نسبه في الارباح، نسبه مش ثابته حسب المكسب او الخساره، وممكن يشارك في مجلس اداره، والشخص ده بيبقى مشارك صاحب المكان. لكن بتاع السند ده لا، ولا بيشارك في مجلس اداره ولا اي حاجه، وكانه مسلف صاحب الشركه او صاحب المصنع، وهو بياخد نسبه ثابته. البورصه طبعا الناس بتجمع فيها الفلوس، قال لك بتخدم المستثمرين، مؤشر حقيقي لحجم النشاط الاقتصادي. اختم بقى اخر باب التجاره الدوليه، بيقول لك ان في حاجه اسمها تجاره بين دوله ودوله. قال لك ان السياحه والهجره يعتبروا من التجاره الدوليه. في تجاره داخليه يعني جوه الدوله، تلاقي العمله واحده والعادات واحده والتقاليد واحده، لكن التجاره الخارجيه العمله بتتغير والعادات بتتغير وفي حواجز وفي حدود وهكذا. في حاجه اسمها ميزان المدفوعات، ده سجل بيسجلوا فيه كل الفلوس اللي داخله وكل الفلوس اللي طالعه. في حاجه اسمها بقى ميزان العمليات الجاريه. بصوا يا جماعه، في حاجه اسمها تجاره منظوره وتجاره غير منظوره، وجابوها اكتر من مره في امتحانات. تجاره منظوره يعني حاجه شبه السلعه اللي بتتنقل من بلد لبلد. تجاره غير منظوره بتبقى خدمه، مصاريف تامين، شبه حاجه اسمها حاجه خاصه بالسياحه، شبه النقل في قناه السويس. هو مش بيقدم لك حاجه ملموسه، هو بيقدم لك خدمه. ميزان العمليات الراسماليه انتقال الفلوس من بلد لبلد. في يا جماعه قرض، بيبقى قرض قصير الاجل، لما دوله ودوله بيكونوا بيبيعوا ويشتروا من بعض، فاحيانا الدوله اللي حالتها كويسه بتدي للدوله الثانيه فلوس عشان التجاره تتم. في بقى حاجه اسمها قروض متوسطه وطويله، بتبقى من سنه ل5 سنين، ودي بتبقى في المشروعات الاقتصاديه الكبيره. في حاجه اسمها المساعدات الاقتصاديه. بعد الحرب العالميه الثانيه بداوا بقى ان يدوا الناس الايه، الدول الغلبانه، الدول الكبيره تدي لها ايه، فلوس تساعدها. في استثمارات مباشره، ودي اهم صور انتقال فلوس او رؤوس الاموال، الناس بتيجي تستثمر عندك في البلد. يختم بقى بحاجه اسمها العولمه، يعني كل الكيانات كل الحاجات الاقتصاديه تتحد مع ايه، مع بعضها. في نتائج العولمه قال لك ان يبقى في حاجه اسمها المعلومه بقى لها دور كبير، في حاجه اسمها الهندسه الوراثيه ان هم بيطوروا في الزراعه بيخلوا انتاج اكتر بكتير، في حاجه اسمها التحرر من التجاره الدوليه وحركه رؤوس الاموال. العولمه فرصه وتحديات. فرصه ان الدول الناميه بقى عندها القدره ان هي تاخد المنتجات بتاعتها وتوصلها لغايه جوه الدول المتقدمه، دي فرصه. لكن التحدي ان هي لما توصل هتنافس الدول المتقدمه، وكمان الدول المتقدمه اي وسائل او اي حاجه بتنتجها حطت عليها حاجه اسمها حمايه حقوق ملكيه او حقوق فكريه، اللي هي يا جماعه بنسموها اتفاقيه التربس. يعني اي حد انتج حاجه او اخترع حاجه بيقعد فتره ما حدش يعملها غيره. يختم بقى بيقول لك ان احنا في حاجه اسمها الفقر المضجع، ان الشخص بياخد اقل من $1 في اليوم. لاحظنا ان نصف الكره الشمالي متقدم ونصف الكره الجنوبي متخلف. كده نكون خلصنا باختصار اهم النقط اللي بتيجي في الامتحانات. هتلاقي فيه بعد كده اسئله كتير جدا كتدريب للاقتصاد. كل التوفيق ليكم حبايبي طلاب